مادة غذائية اسمها الزنجبيل. في عالم جليل ألف كتاب عن بعض المواد أو بعض الأعشاب التي تصنف مع التوابل، وبحث في القرآن الكريم فوجد 3 أنواع من التوابل وردت في القرآن الكريم. أولها الزنجبيل في قوله تعالى: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. والشيء الثاني الذي ورد هو المسك، قال تعالى: ختامه مسك. والشيء الثالث هو الكافور: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. أما الزنجبيل الحقيقة كتب عنه الأطباء الأقدمون وكتب عنه الأطباء المحدثون. فالأقدمون ماذا قالوا؟ قال: الزنجبيل مسخن للجسم، معين على الهضم، ملين للبطن، مطهر ومقوٍ. ينفع الزنجبيل في التهاب الحنجرة، ويعالج الرشح، ومسكن قوي لالتهاب المفاصل، ومسكن قوي للمغص المعوي، ومضاد للغثيان، وخلاصته المائية دواء جيد لأمراض العين. ورد هذا في الكتب القديمة، ولكن الشيء المدهش والذي لا يصدق ما ورد عن الزنجبيل في الكتب الحديثة. الشيء الذي لا يصدق أن أدوية القلب مجتمعة في الزنجبيل، فقالوا: الزنجبيل منعش للقلب، يعني مقوٍ لعضلة القلب. في دواء اسمه ديكوكسين، الزنجبيل فعله في الجسم كفعل هذا الدواء. والزنجبيل موسع للأوعية والشرايين. أي إنسان يصاب بأزمات، باحتشاء، بجلطات، يعطوه دواء موسع. الزنجبيل مضاد للجلطات. الجلطة تجتمع الكريات الحمراء مع بعضها فتشكل جلطة، فإذا دخلت إلى وعاء في الدماغ كان الشلل والسكتة الدماغية، في مكان العمى، في مكان فقد الذاكرة. الزنجبيل مميع للدم، مقوٍ للقلب، موسع للشرايين، يفيد في أمراض الجلطات الدماغية والقلبية وخثرات الأطراف. الزنجبيل يخفض ارتفاع ضغط الدم. أدوية القلب مجتمعة في هذه المادة الزنجبيل. الزنجبيل خافض للكوليسترول. أيها الإخوة، قرأت مرة كتاب عنوانه الغذاء للدواء، وأفضل دواء ما كان غذاء، وأفضل غذاء ما كان دواء. فهذا الزنجبيل كما ورد قبل قليل موسع للشرايين والأوردة، مقوي لعضلة القلب، خافض للكوليسترول، خافض للضغط، مميع للدم، ثم إنه يؤثر تأثيراً إيجابياً في الشفاء من التهاب المفاصل. فهذا من عجائب خلق الله عز وجل.